منتجات هيرمس لفم للشعر دايما بتكلم عنها، وريفيوهاتي قديمة جدا عليها، وكنت دايما بنصحكم بيهم. استخدمتهم بكل اشكالهم، وجاية بقى اكلمكم عنهم النهاردة باشكالهم الجديدة والمصدر الاصلي اللي انتوا تقدروا تجيبوا منتجات هيرمس لفم يا جماعة، لانها بتكنولوجي عالية جدا ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تصلح شعرك. عشان ما يحصلش لخبطة، حاجات كتير تثبت ان المجموعة اللي معاكي دي اوريجينال. هتلاقي ان مكتوب على الاسم هيرمس لفم، وهتلاقي تصريح وزارة الصحة والكيو ار كود، وهتلاقي ان البلسم لونه بينك والشامبو لونه ازرق. ده لما بحس ان شعري سبخته او بقى تالف جدا او استخدمت حرارة كتير، بحب ارجع للمجموعة دي يا بنات، لانها بجد بتريست الشعر وبتشتغل على اصلاحه والتنعيم، وفعلا هتلاقي الريزلت بتاعتك على طول. بتشتغل على الجفاف والهيشان، وكمان لو انت عندك كيرلي هير روتين هتعجبك جدا. المجموعة بتتكون من شامبو وكونديشنر، طبعا الهير ماسك بشكله الجديد، سيرم الشعر الغني بزيت المكاديميا. اخر بقى اضافة للعيلة بتاعت الشعر هو الليف ان، اللي انا يا جماعه من ساعه ما ابتديت استخدمه وانا بجد مبهوره بيه، لان هو اصلا بتكنولوجي امريكيه. من اجمل مجموعات الشعر اللي انت ممكن تستخدميها، ومش هتحتاجي لاي برودكت غيرها.